فبالحب إذا شغلت قلبك بالحب ستفنى عن السوى، ستفنى عن الغير، ثم تترقى هكذا. أما بمجرد الاتباع أو مجرد الطاعة وحدها قد تفعل الطاعة ولكن يبقى معك حظ نفسك إلى أي حد، ولكن قد يبقى حظ النفس. ولكن الذي يدخل من جهة الحب يفني النفس عن حظها، كأنه يأتيها بالبديل، لأن النفس دائما الذي يسيرها هو هواها، لا تقدم على شيء إلا إذا كان عندها هوى فيها، هوى في هذا. فإذا كان هواك تابعا لما جاء به معناها أن هواك فنى فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تترقى من وراء هذا إلى ماذا؟ أن يسكن الحب في سويداء القلب. خلاص الآن ما عادش حب نفساني، عاد حب ماذا؟ قلب. فهذا حب القلب الذي يعمل عليه سادتنا أهل الله بكثرة الذكر في التعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتزيد بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تصلي عليه يصلي الله عليك، تصلي الملائكة، يصلي حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما يصلي عليك هذه الصلاة ليس أنك أنت تقول اللهم صل، هو يقول اللهم صل على فلان، ولكن الصلاة منه أن يجذبك إليه صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف لك كما تعرفت أو أنت تتعرف عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نجد مثال في الحديث أنه من صلى علي يبلغني باسمه واسم أبيه، أنت تتعرف عليه هو يتعرف إليك كذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا التعرف ماذا؟ تعرف تشريف، وليس أما المعرفة العامة لأمته يعرفها كلها صلى الله عليه وسلم، هذه المعرفة الخاصة ليقربك. لهذا أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فبالحب إذا شغلت قلبك بالحب ستفنى عن السوى، ستفنى عن الغير، ثم تترقى هكذا. أما بمجرد الاتباع أو مجرد الطاعة وحدها قد تفعل الطاعة ولكن يبقى معك حظ نفسك إلى أي حد، ولكن قد يبقى حظ النفس. ولكن الذي يدخل من جهة الحب يفني النفس عن حظها، كأنه يأتيها بالبديل، لأن النفس دائما الذي يسيرها هو هواها، لا تقدم على شيء إلا إذا كان عندها هوى فيها، هوى في هذا. فإذا كان هواك تابعا لما جاء به معناها أن هواك فنى فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تترقى